اليوم أسئلة المتابعين، راح نجاوب بعض الأسئلة. الحلقة الثانية يعني أو الجزء الثاني نجاوب الأسئلة التافهة، هي أسئلة لكن ما هي أسئلة ما أعرف شلون، لكن راح تشوفون بهذا الفيديو. بس لا تنسون اللايك والاشتراك. هذه نسبة المو مشتركين يا ظالمين. يا ابني انت ظالم، انت تعرف شنو ظالم؟ انت جاي تظلم شخص جاي يمنتج ويتعب، وبهاي يوم الجمعة جاي تظلمه. يا اخي انت من وين؟ يا اخي انت شنو عقابك من رب العالمين؟ اوكي اتوقع انه صعدتها، بس يعني والله العظيم يحتاج تصعيد وابو التصعيد. طبعا اول سؤال يقول لي هل انت متخاذل؟ اذا انت تشوفني بعينك متخاذل، يب انا متخاذل، انا اعترف انه انا متخاذل، لانه انا اصلا ما انزل فيديوهات. ايش عندك سالفة؟ عندك شيء؟ لا بخير انت نزل بدالي ومنتج وسوي يا حيوان. لا اسف نمسك جونا. تعليق او السؤال الثاني يقول لي انت متخاذل. شباب شو احس انه هذه جلسة استراحة، يعني ابدا مو اسئلة. يعني انا قلت لكم اكتبوا اسئلة، وليس تجي تقول لي انه تصارحني انت متخاذل. انت مو فضفضة حبيبي، جاي اقول لك اكتب لي السؤال، فمش وضع عليه انت متخاذل. طيب انا متخاذل، انت ايش دخل جدك ورب الكعبة واحد يتعصب؟ استغفر الله واتوب اليه. هسه اذا ازت نفسي من هنا من يقول لي ليش؟ والله العظيم انتم ما تفيدوني. ازت نفسي راح تحاسب يوم رب العالمين، يفوتني النار، لان اللي ينتحر يفوت النار. قل لي انت انسان نباتي لو حيواني؟ وع طيب وملصق ضحك. شوفوا شباب، يعني اني يعني ما اعرف يعني انتم شنو من بشر. قلت لكم اسالوني اسئله، بس يا اخي اقسم بالله فشله. انه يا اخي تقول لي يعني يا حبيبي اصلا تسأل نفسك وتريد يعني وانت كاتب لنفسك اسئله، بعدين انت جاي تجاوب على نفسك، بعدين تشجع العالم انه هم قسما بالله العلي العظيم هذا يا اخي انا شو اسوي بنفسي؟ المهم يقول انت انسان نباتي لو حيواني؟ واحد. طيب ايش سالفه الواع؟ يعني هل انت طفل؟ انا اعرف بس الطفل لما يجي عندنا يعمل واع واع واع، بس يعني واع يعني هاي انت كلب لو شنو حبيبي؟ يعني شنو انت انسان نباتي لو حيواني؟ يعني شو السالفه يعني يا بيبي؟ بس ما اعرف يعني اكو عندك عقل لو لا؟ طيب يقول لي اليوم راح تروح على صلاه الجمعه. طيب شباب، شأن صلاة الجمعة أكيد راح أروح، واللي ما يروح على صلاة الجمعة هذا مو ريال، هذا مو ينحسب على المريلة اللي هي نفسنا الكفو. اي بوي تروح على الجامع أنت ريال ونص، تروح على صلاة الجمعة وتأدي الفروض كلها والسنن أنت ريال وبالريال. يلا لما يروح على صلاة الجمعة مو ريال هذا. لا ما نعتبر. طيب بس اللي ما يروح على صلاة الجمعة اقسم بالله انت مو ريال يا تبن. يقول لي ليش ما قلت اسم امك؟ ليش ما قلت اسم امك؟ طيب رجعنا على سالفة اسم امك واسم امي واسم خالتي واسم جدي واسم عمي واسم خالي. ايش دخل جدك يا ابني؟ ايش دخل جدك اذا تريد تعرف اسم امي؟ يعني ترى هذه احس يعني هذه سواد وجه يعني احسها يعني. طيب قل لي آخر سؤال، قل لي شنو رأيك بمسلسل باب الحارة؟ طيب يا حبيبي شنو شايفني فنان؟ لو يوتيوبر عنده 30 مليار، لو ساعة دعوة 30 مليار، لو يوتيوبر عنده 50 مليون، لو شايفني مستر بيست، لو شنو رأيك؟ يعني هالرأي راح يتخذ؟ ترى رأيي أصلا يعني إذا هسه راح تشيل راح المنتج يحط لك كت، يعني أبدا لا تتوقع إنه رأيي واو. ترى كل يوتيوبر عنده 180 مشترك فقط لا أكثر، والمتابعين اللي عنده أصلا يعني مو متابعين، هذول أعداء يعني أعتقد أعداء يعني. أقول يشتركوا ما يشتركوا قسما بالله يعني مو حالة. المهم رأيي بمسلسل باب الحارة إنه هو مسلسل مقطع. حاب أقول لك يا عزيزي المشاهد، إذا ما تحط لايك أنت مو ريال، طيب؟ واذا ما تحطين لايك انت مو بنت، يلا وانت مو حر، يلا شاء من شاء وابى من ابى. انتم ما تجون الا بالعين الحمراء. حاولت اقول لكم يا شباب يا بنات حطوا لي لايك، اشتركوا بالقناه، حطوا لي فلان علم، بس انتم ما جاي يعني مو جاي تسوون. عموما دز امها انت وهي وهو.